السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم ابن الصعيد. أول مرة أعمل فيديو محتوى. كنت بعمل فيديوهات على اليوتيوب زمان أيام ما كنت في الكويت. حاليا أنا كنت شغال في مزارع في محافظة البحيرة في صيرة. وبعد كده أخدت الفكرة الحمد لله ودي طبقتها عندي في بيتي. أخوكم محمد فتحي البدري من محافظة سوهاج مركز طمع. تمام، احنا دلوقتي انا خلاص خلصت الدورة بتاعتي وتمام وكده. ودخلت في مرحلة التنظيف وانا عدتي متنظفة وتمام مرصوصة هي ونفتح العنبر. تمام زي ما انتم شايفين كده، والعنبر تمام التمام. نفتحه وغاسل. طبعا الغسيل عبارة عن هتجيب دي الدفاية طبعا. هتجيب هتجيب طبعا اي مسحوق غسيل اوكسي او باهي او اي حاجة من الكلام ده. وبقى طبعا هتشيل السبلة بتاعتك وترصها تحت وكده. وبعد كده بعد ما تشيل السبلة بتاعتك وترصها تحت وكده تروح كانس ومروج. وبعد كده تغسل العدة بتاعتك غسيل عادي بمية عادية. ثم بعد كده تروح غسل الأرضية غسلة تمام التمام. وبعد كده تجيب مسحوق الغسيل زي كده وتمام التمام. وتعمل زي كده وتغسل. بعد كده هتجيب بكلور وترش اللي هي بالجزازة اللي هي الرشاش بتاع الكلور. جزازة بترش كلور يعني. هتجيبها ترش بيها الحيطان وتطهر. وبعد كده تسيب العنبر يوم ويتهوى وتمام. بعد كده تروح مقفل العنبر وتروح جايب الفورمالين وترش. واحنا دلوقتي يعني هنولي الكاميرا علينا وهنوريكم. خد يا مروان نصور زي كده يعني تمام تمام. تحت الحيطان كده، تحت الحيطان كده. انا طبعا غسيلها بس احنا قلنا يعني نوريكم الفكره وكده يعني. بس العنبر مغسول وكله تمام التمام يعني زي كده. عشان السبله جرب المروان، عشان السبله كده كده. بس هو طبعا فيه تراب من الاول في العنبر. بس طبعا هنستانس تاني. وبعد كده نخش على مرحله الكلور. وبعد الكلور الفورمالين والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. طبعا العنبر مش مستاهل. انا هطلع بره. تعالى يا مروان. عندي هنا الصاله اللي جنب العنبر. عندي الصاله اللي جنب العنبر دي اللي لسه ما اتنضفتش بس نضفها هي كده. لان دي كان فيها يعني مكان للزبجات اللي هي البرميل والحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده هي كده بس. وجزاكم الله خير. وكان معاكم اخوكم محمد فتحي طوابة من محافظة سوهاج مركز طمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.